فقررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسؤولية الكاملة بتغيير كل نظام لفترة انتقالية لمدة عامين تتولى فيه القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. كما أعلن الآتي: أولاً، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين. تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي ل 2005. إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة 10 مساء إلى 4 صباحا. قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر. حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء على أن يكلف وكلاء الوزراء بتسيير العمل. حل المجلس الوطني ومجلس الولايات. حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها. يستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة. دعوة حامل السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن والمساهمة في بنائه. المحافظة على الحياة العامة للمواطن دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف. الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها. إعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان. إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً. تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد. ثانياً، الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية. استمرار عمل السفارات والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان الخارجية. صون وكرامة حقوق الإنسان. الالتزام بعلاقات حسن الجوار. الحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. ثالثاً، الإجراءات: تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة. تأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية. تأمين الخدمات بكل أنواعها. رابعاً، شعبنا الكريم، ونحن في المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن، ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية ويتحمل بعض الإجراءات الأمنية المشددة شراكة منه في أمنه وسلامة الوطن. عاش السودان وشعبه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو البيان الأول للقوات المسلحة السودانية، وسنوافيكم
تباعا ببيانات مهمة أخرى. التحية لقواتنا المسلحة السودانية ولكل قواتنا النظامية. العزة للسودان. السلام عليكم ورحمة الله.